مش انا الاساسيه. تمام. خلاص بقى هو بيكلم حد تاني من غير ما نعرف. خلاص هو راجل ذكي بقى وقدر يعمل بالانس في الحته ديت. خلاص تمام. طول ما انا مش عارفه ومبسوطه وانت معيشني مبسوطه، مش منكد عليا بقى ومقصر في حقي عشان تهتم بالهوانم التانيين اللي في حياتك. لا، خطيبته بقى مراته، الدنيا كلها عارفه ان انا مراته؟ طبعا. الله. يعني تبقي مراته ويعرف عليك عادي؟ كلنا بنحب الفاست فود ولا لا؟ صح. بس بنرجع في الاخر عايزين اكل ايه؟ اكل البيت. اكل البيت. هو نفس النظام على الريليشنز، هو بيعرف دي وبيعرف دي، في الاخر برضه هو عايز ايه؟ حبيبته اللي هي اكل البيت بتاعه. يعني يحور صح. يحور صح. حلال عليه لو حور صح، حلال عليه. هحترم بقى، ما خلاص الراجل حور صح وانا ما عرفتش، هضايق نفسي ليه؟ قدام هو مش مقصر معايا في حاجه، لكن بقى غبي وبيتقفش يبقى خلاص بقى ما يخنقنيش. ما هو الاتنين بيعرفوا بنات عليك. بص، الغبي اللي بيتقفش ده اللي هو عايز يعمل نفسه صايع، بس هو ايه؟ تنسيقه ما جابش. لكن التاني ده عامل دراسات عليا ان هو يعرف اكتر من واحده من غير ما يتقفش، والدنيا تبقى ستيبل مع كله كده وكله في اللذيذ. ايه الشخص اللي انت عايزاه يكون معاكي في حياتك؟ عايزاه باد بوي ابن ناس، يسهر بره بس وهو مروح يصلي الفجر. يبقى مثلا بص صوته عالي بس بر بامه، يعني صوته ما يعلاش على امه. يبقى بيصلي كده، بينزل يقعد على القهوه، بينزل فاهم اللي هو الناس البيتوتيه بقى، اللي هو ملوش صحاب وعايزك انت بس في حياته كده. لا ده خنقه. انا بالنسبه لي ده ضيق تنفس. يعني انزل يا بابا، روح القهوه، روح حجز كوره. يعني ما ينفعش ان انت بقى تتقمصي لما ينزل يقعد مع اصحابه على القهوه. ما ينفعش تتقمصي عشان راح حجز كوره يا شيخه، حتى عشان تلاقوا مواضيع جديده تفتحوها مع بعض. صح. يحكي لك ايه اللي حصل في حجز الكوره، يحكي لك ايه اللي حصل في القهوه. البنات ما بتحبش الراجل الخام. عشان بيبقى ممل. انما التاني اللي عرف بنات كتيره بيبقى عنده اكسبيرينس كده، اللي هو بقى فاهم، اللي هو هيعرف يضحك عليا. انما التاني ده مش هيعرف يضحك عليا. بص اللي هو ايه، اضحك عليها كل دماغها، طول ما انت كلت دماغها انت في الامان، انت في السيف زون. يعني نقطه ضعف البنت ايه؟ شفت اللي هو يقدر يسيطر على مخها كده، يعمل لها غسيل مخ. اللي هو بص، حتى لو هي قفشاه تقتنع ان هو ده شغل. والله شغل يا حبيبتي. الراجل خام مش هيعرف يعمل كده، هيتلخم بقى، واللي هو اصلا مش هيخونها. مفيش سسبنس في الريليشن. يعني يفضل كده لويال طول حياته وما شكش فيه ملل قوي بصراحه. يعني هو دلوقتي والله الراجل اللي يخون ويجي يقول انا خنت وسامحيني ومش يا عم خلي ربنا يسامحك يا عم، انا مالي. يعني انت خنتني امبارح وربنا سترك، تيجي تفضح نفسك النهارده ليه يا حبيبي؟ يعني ليه؟ طب ما تسامحيه، هو قال لك خلاص هتسامحيه. مش هعرف اسامحه، افضل بقى طب هو خان ليه؟ طب مش عارفه، خلاص بقى ربنا سترك وما اتفضحتش وانا ما عرفتش، خلاص نمشي الدنيا حلوه. ليه بقى افضل شاكه فيك وافضل ازن كل شويه انت فين، وابعت لي لايف لوكيشن وصور لي اصحابك؟ ليه ما خلاص خدني وانت ساكت، ما توجعليش دماغي. ما احنا عايشين وكويسين والدنيا كويسه. شفت اللي فاكر سنجل مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارفة. فريدي طلع راجل عادي وسابلك ان انتي تصاحبي وكده؟ لا، ما اصلا انا ما بحبش النوعيه ديت. جو بقى اول مايندد وانا واثق فيكي واعملي اللي انت عايزاه وروحي وتعالي. ليه امال انت ايه لازمتك في حياتي لما اروحي براحتك انا جايباك ليه؟ عادي الراجل مؤمن بالحريات وسايبك. ده بص، ده مجرد الكلام عنهم بيعصبوني الجماعه دول بتوع حريات وبراحتك ايه لا كده كتير. تبقى مثلا بتاخد رايه في طقم عشان تستفزه. ايه ده حلو عليكي قوي. مش هقول تاني، هتبردي. تحس ان هو الارسال عندك تمام. يعني انت عايزه واحد معقد يعني؟ لا مش معقد، عايزه واحد راجل. ما هو بيقولوا عليه معقد وبيقولوا عليه كمان جاي من ورا الجاموسه، صح؟ مش بيقولوا عليه كده؟ والله لو هو يعني الاتيتيود ده دلوقتي بقى معقد وجاي من ورا الجاموسه، فانا عايزه واحد جاي من ورا الجاموسه. يعني هو الراجل اللي دمه حامي، اللي ما ينفعش يسيبك تلبسي حاجه بقى قصيره وضيقه وما تعمليش وما تسويش. ده خلاص كده بقى اولد فاشن وجاي من ورا الجاموسه. هو بيقولوا خلاص بقى نصاحب عيال من اللي بتركب كده بقى. ما خلاص بقى نعمل ايه؟ اللي انا شايفه كده ان انتي من انصار مدرسه ياسمين عز. لا مش بالظبط. امال؟ انا ليا اختلافات معاها. يعني انا ليه لما ادلع جوزي اقول له يا استاذ محمد، يعني استاذه ياسمين. انا نفسي اقول لك بقى ايه، تجربي حاجه تانية. جربي كده تدلعي تقولي له يا محاميحو، دي له واحده كده في النص محاميحو بضم الواو بقى. يعني قولي له يا محاميحو يا محاميحو يا محاميحو يا محاميحو محاميحو في نفس الكلام. يعني انتي هتدلعيه كده؟ ادلعه. دلعيه ازاي؟ في دلع متشل حبيبي وحنيه من غير حساب والله، بس هو يجي.
سجاع، والعشرة دول الكلام على مو وعلى أي حال. عشرين بعدي حلوان والنو والجاي أشعار، وعشان تقوموا سيبنا لكم المو أصلا على السكة إخواتي مظبوط. خلاص موافق على اللقاء ده. اللقاء ده لو نزل ما ينفعش يتنزل، نحط كوميكس وتريقة عادي يعني، مش مسؤولين عن الكوميكس. لا أنا عندي لا مبالاة، عادي هنعمل ايه والله. بس اصل بجد احنا في الفترة الأخيرة يا سيف نسينا يعني ايه اللي هو بجد. شكرا. نسينا. شكرا.